يظن الكثيرون أن الشابات ينجذبن بطبيعتهن إلى الرجال الأكبر سناً. وفي كثير من الحالات يكون هذا الظن صحيحاً تماماً. فالخبرة والاستقرار العاطفي والنضج ونمط الحياة المنظم غالباً ما تمنح الرجال الأكبر سناً ميزة قوية حقيقية، وهي ميزة لم يكتسبها كثير من الشباب بعد ولا يمكنهم ادعاؤها. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر تماماً. معظم الرجال الأكبر سناً لا يعرفون كيف يستغلون هذه الميزة بفعالية حقيقية. رأيت رجالاً في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم وحتى أكبر يكررون نفس السلوكيات مراراً وتكراراً عند التعامل مع الشابات. وفي كل مرة ينتهي بهم الأمر إلى تخريب أنفسهم بأيديهم. يفقدون ليس فقط جاذبيتهم بل احترامهم أيضاً. وبمجرد أن يتلاشى هذا الاحترام تختفي معه كل فرصة لإظهار قيمتهم الحقيقية التي يحملونها بالفعل. هنا تكمن المأساة الحقيقية. كثير من الرجال الأكبر سناً يملكون كل المقومات التي يحتاجونها، لكنهم يستخدمونها بطريقة خاطئة تماماً. والخبر السار أنك لست مضطراً لأن تصبح شخصاً آخر. لست بحاجة لأن تبدو أصغر سناً أو أغنى أو أكثر أناقة مما أنت عليه. كل ما عليك فعله هو التوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء السبعة التي سنستعرضها الآن بالتفصيل الكامل. وقبل أن نبدأ، يجب فهم هذا الأمر بوضوح تام. العمر بحد ذاته ليس هو المشكلة أبداً. المشكلة في السلوك المصاحب للعمر. الخطأ الأول هو المبالغة في تقدير المرأة التي أمامك. تقابل امرأة أصغر منك سناً، جذابة، واثقة من نفسها، جميلة، وربما مهيبة بعض الشيء في حضورها. وفجأة تشعر بالتوتر. تبدأ أفكار من هذا النوع تتسلل إلى ذهنك: لا يمكنني إفساد هذا، إنها أعلى من مستواي، يجب أن أكون حذراً جداً. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ تبدأ في المبالغة في رد فعلك. تصبح مهذباً أكثر من اللازم. حذراً بشكل مفرط يلفت الانتباه. خائفاً من قول أي شيء خاطئ. يصبح الحديث آمناً ومنقحاً وبصراحة مملاً للطرفين. إليك الحقيقة التي لا يقالها كثيراً بوضوح. النساء لا ينجذبن إلى الرجال الذين يضعونهن في مكانة عالية مبالغ فيها. بل ينجذبن إلى الرجال الذين يعاملونهن على قدم المساواة بثقة طبيعية وهادئة. في اللحظة التي ترفع فيها من شأنها تقلل من شأنك تلقائيا دون أن تدرك ذلك. وهذا يدل على انعدام الأمان الداخلي. وانعدام الأمان يقتل الانجذاب بسرعة مذهلة. الحل أبسط مما تتخيل. اجعل تعاملك مع النساء طبيعيا تماما. تحدث إليهن من أي عمر كن دون ربط قيمتك الذاتية بالنتيجة. عندما تراها حقا كإنسانة عادية غير كاملة وحقيقية كأي إنسان آخر، تختفي تلك المكانة العالية المبالغ فيها التي وضعتها في ذهنك. يتحول الخوف إلى ثقة. تتوقف عن السعي وراء موافقتها وقبولها. وتدرك أن التوافق متبادل وليس من طرف واحد فقط. وبمجرد أن تفهم ذلك تستعيد قوتك الداخلية الحقيقية التي كانت موجودة طوال الوقت. الخطأ الثاني هو رد الفعل السلبي على سؤال العمر. كم عمرك؟ بالنسبة لكثير من الرجال الأكبر سناً يسبب هذا السؤال شعوراً فورياً بعدم الارتياح. تتغير نبرة الصوت. تتغير وضعية الجسم. تتلاشى الثقة بالنفس فجأة وكأنها لم تكن موجودة. وهذا التغيير الجسدي والنبري يلاحظه كل من حولك قبل أن تنطق بأي كلمة. عندما تظهر عدم ثقتك بنفسك بشأن عمرك فأنت تحوله تلقائيا إلى مشكلة في أذهان الآخرين. وفي اللحظة التي تتعامل فيها معه كمشكلة ستتعامل هي معه بنفس الطريقة بالضبط. ليس عمرك هو المشكلة. موقفك منه هو المشكلة الوحيدة والحقيقية.
اذكر عمرك بهدوء وثقة وحتى ببعض الفكاهة الخفيفة إذا كان ذلك يناسب شخصيتك وأسلوبك. السر بسيط جدا، لا تعتذر ولا تبرر ولا تشعر بالحرج. الثقة تحول العمر إلى ميزة واضحة، والشك يحوله إلى نقطة ضعف تلاحقك في كل تفاعل. الرجل الذي يقول عمره بابتسامة مرتاحة يرسل رسالة واحدة واضحة: أنا مرتاح لما أنا عليه، ومن لا يعجبه ذلك فهذه مشكلته لا مشكلتي. الخطأ الثالث هو التباهي بالمال والمكانة الاجتماعية. يرى كثير من الرجال الأكبر سناً أن المال هو مصدر قوتهم الأكبر وورقتهم الرابحة. لذا يتحدثون عن مسيرتهم المهنية، سياراتهم، أسفارهم، نجاحهم ومكانتهم الاجتماعية منذ اللقاء الأول. بل إن بعضهم يحاول استمالة النساء بالعطايا والهدايا المبكرة ظناً منهم أن ذلك يسرع الاهتمام. لكن ما يحدث فعلاً هو عكس ذلك تماماً. عندما تتباهى بالمال فأنت تختزل نفسك إلى مجرد مورد مادي، وتجذب النساء اللواتي يبحثن عن الوصول إلى الموارد لا عن التواصل الإنساني الحقيقي. وهذا النوع من الاهتمام لا يبني علاقة حقيقية بل يبني معادلة مؤقتة تنتهي بانتهاء ما تقدمه. دع نجاحك يتجلى بشكل طبيعي مع مرور الوقت. اظهر شخصيتك وثقتك بنفسك وقيمك أولاً. المال يجب أن يدعم شخصيتك ويكملها لا أن يحل محلها ويغطي غيابها. الرجل الذي يثير الاهتمام بحضوره وشخصيته أولاً ثم يكتشف الآخرون نجاحه لاحقاً هو من يبني انجذاباً حقيقياً يدوم. الخطأ الرابع هو التصرف كمرشد ومعلم دائم. يحاول كثير من الرجال الأكبر سناً إثارة الإعجاب من خلال التعليم المستمر وإسداء النصائح والتوجيه بينما يخفون نواياهم الرومانسية خلف قناع المعلم الحكيم. قد يبدو هذا ذكياً في البداية لكنه في الحقيقة يخرب كل شيء بهدوء. بمجرد أن تتخذ دور المعلم فأنت تقيم إطاراً محدداً لطبيعة العلاقة، وهذا الإطار يصعب جداً تغييره لاحقاً. عندما تحاول الانتقال من دور المعلم إلى العلاقة الرومانسية سيبدو الأمر متكلفاً وغير طبيعي ومربكاً للطرفين، لأنك حددت أنت نفسك كيف يجب أن ينظر إليك الآخرون. حدد الأجواء بشكل صحيح منذ البداية. أضف لمسة من المرح والفكاهة وقليلاً من المغازلة الخفيفة جنباً إلى جنب مع الحكمة والخبرة. الحكمة لها مكانتها الرفيعة، لكن الجاذبية تحتاج إلى توازن حقيقي لا إلى محاضرات متواصلة تشعر الطرف الآخر بأنه في قاعة دراسية لا في لقاء إنساني. الخطأ الخامس هو المبالغة في محاولة الظهور أصغر سناً. ارتداء ملابس لا تناسب جسمك أو شخصيتك، أو استخدام لغة وأسلوب يبدوان مصطنعين ولا يتناسبان مع من أنت حقاً، أو التظاهر بأنك شخص آخر لن يجدي نفعاً أبداً. هذه المحاولات لا تخفي العمر بل تبرزه بطريقة أكثر إحراجاً مما لو تصرفت بشكل طبيعي. الرغبة في الظهور أصغر سناً في جوهرها تنبع من انعدام الثقة بالنفس ومن الاعتقاد بأن ما أنت عليه الآن غير كاف. لكن الحقيقة أن الثقة الحقيقية تنبع من تقبل عمرك وتجربتك لا من مقاومتهما. ارتدي ملابس أنيقة تناسب شخصيتك الحقيقية. حافظ على صحتك لأن ذلك يضيف حيوية حقيقية لا تقلد الشباب. تحل بالهدوء والرزانة التي اكتسبتها من سنوات خبرتك. تكلم بصدق عن تجاربك. خبرتك قيمة حقيقية فلا تحاول إخفاءها لأن إخفاءها يخفي أكثر ما يجعلك مميزاً. الخطأ السادس هو الإسهاب في الحديث عن الإنجازات. يحول كثير من الرجال الأكبر سناً أحاديثهم إلى سيرة ذاتية مطولة. أبرز محطات مسيرتهم المهنية، ألقابهم، إنجازاتهم وجوائزهم. وكأن حضورهم في اللقاء يحتاج إلى تبرير وإثبات مستمرين. لكن الجاذبية لا تبنى على قائمة الإنجازات مهما كانت مبهرة.
بل تبنى على التواصل العاطفي الإنساني الحقيقي الذي يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه يكلم إنساناً لا يقرأ سيرة ذاتية. دع نجاحك يظهر بشكل طبيعي عبر طريقة تفكيرك وأسلوب حديثك ووضوح رؤيتك للحياة. ركز على حضورك وطاقتك وقيمك. الشخص الذي يشعر بجانبه بالتواصل الحقيقي والاهتمام الصادق يصبح أكثر جذباً بكثير من الشخص الذي يقدم قائمة طويلة من الإنجازات المبهرة. الخطأ السابع والأخير هو إهمال المظهر العام. الخبرة وحدها لا تكفي. طريقة تقديم نفسك مهمة جداً ولا يمكن إغفالها. لست بحاجة لأن تبدو أصغر سناً، لكن عليك أن تبدو منضبطاً ومتزناً وهادئاً ومركزاً. الاعتناء بالمظهر لا يعني الانشغال به بشكل مبالغ فيه. يعني أنك تحترم نفسك بما يكفي لتقدم أفضل نسخة منك. الرجل الذي يعتني بمظهره بطريقة طبيعية ومناسبة لعمره يرسل رسالة غير معلنة واضحة: أنا أقدر نفسي وأقدر من أمامي. الجاذبية الحقيقية في نهاية المطاف ليست في العمر ولا في المال ولا في الإنجازات. الجاذبية الحقيقية هي في الثقة الهادئة التي تصدر من رجل يعرف من هو ويعرف ما يريد ولا يحتاج إلى موافقة أحد ليقرر قيمته. هذه هي الميزة الحقيقية التي يملكها الرجال الأكبر سناً ويضيونها بهذه الأخطاء السبعة. توقف عن ارتكابها واحداً تلو الآخر، وستلاحظ الفرق في كيفية استجابة الناس لحضورك قبل أن تنطق بكلمة واحدة.